اهم حاجه بالنسبه للطفل عنده زياده في الوزن ان انا ما اجيش فجاه اقول له لا ده انت بتاكل زياده، بتاكل وجبات سريعه، بتشرب كوك. ايه الاطفال اللي ممكن يكونوا شويه وزنهم زايد والام بتبقى محطوطه في مزنق انها نفسيا مش عارفه تمنع عنه حاجه هو نفسه فيها، وفي نفس الوقت هي لو اديته اكل اكتر من كده او لو اديته الحاجات اللي مش صحيه خالص اللي هو بيطلبها هي كده هتبقى بتضره. هو التعامل مع الاطفال طبعا في موضوع زياده الوزن ده بيحتاج مجهود. دقه فظيعه ومجهود وتدريج. يعني تمام. اهم حاجه بالنسبه للطفل عنده زياده في الوزن ان انا ما اجيش فجاه اقول له لا ده انت بتاكل زياده، بتاكل وجبات سريعه، بتشرب كوك، هتبطل كل ده ومن بكره هتاكل بروتين وخضار وهتتحرك وهتنزل تلعب رياضه نكد. من اليمين للشمال. احنا الكبار ما بينفعش معانا الطريقه دي. ومهم كمان دور الاهل. ما بقاش انا قاعد برضو باكل اكل من بره او اكل كله دهون او وازازه الميه الغازيه جنبي في حضني على طول بشربها، قاعد بتسلى وباكل مكسرات ولب وبتاع وقعدوا جنبي ياكل لا خس كل انت وجزر. بسله وجزر سوتيه جنبي وانا باكل. لا مش منطقي. الطفل محتاج 60 دقيقه نشاط او رياضه في اليوم. فطبعا الام هتقول لا طب ما هو بيتمرن مرتين او ثلاثه في الاسبوع كفايه. حلوين طبعا جدا يتمرن مرتين او ثلاثه في الاسبوع، وباقي الاسبوع انا كمامته او باباه نعملها تسليه بقى، اخده نتمشى، نركب عجل، تقريبا هتبقى دي اسهل حاجه. نروح نلف في المول، نتحرك.